أول مكالمة أستاذة سارة، أهلا وسهلا. الو، صباح الخير. صباح الفل. انا تقريبا اول مره اكلم حضرتك، بس د- انا بسمعكم على طول. فرحتيني جدا. شكرا. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاعلاميين. وكل الله سنه وانتم دي معانا. دي أول تهنئة كده النهاردة، يعني احنا خلاص اليوم بدأ. ايوه بالظبط، كل سنه وانتم معانا دايما. وكل سنه وانتم مصدر سعاده وبهجه ومصدر ثقافه ومصدر وعي ومصدر ونس ومصدر كل حاجه حلوه. الله عليكي، بشكرك جدا والله يا ودايما سارة، يعني ان تبقى دي اول مكالمة كده، يعني انت اللي بتفتكرينا في عيدنا، يعني بجد عيدنا لولا وجودكم ما يبقاش عيد. دايما متألقين ومتميزين، ويعني مهما كان مثلا من وسائل التواصل الاجتماعي او تلفزيون او وسائل حديثه، انتوا رقم واحد بالنسبه لنا. الحمد لله. وبنسهر نسمعكم وبنصحى الصبح بدري عشان نسمعكم. ودايما حياتنا متصله بيكم يعني، ودايما كل الله سنه وانتم بخير اسعدتيني ومبسوطين. اسعدتيني، يعني لو احنا الونس شكرا. يبقى انتوا كل الونس، يعني الله الله، بشكرك جدا والله يا سارة قوي، يعني ده حقيقي، فرحتينا. كل سنه واحنا بنتعلم منكم كل حاجه، يعني اسلوب الحوار الراقي والذوق والرقي، كل حاجه حلوه يعني بنتعلمها منكم دايما يعني. الله، ايه الرزق الجميل ده يا رب سبحانك، على اول مكالمة وجمالها. اسعدتيني تسلمي، قوي. ربنا يخليكي، شكرا جدا، تسلمي. شكرا، بشكرك قوي يا سارة، اسعدتيني. العفو، انا بتعلم منكم كل حاجه حلوه والله، احنا يعني كمان بعض بنتعلم ما منكم. عندكم، يعني ده بعض ما عندكم كده. والله احنا كمان بنتعلم منكم، لان تبادل تجاربنا مع بعض هي دي الحياة. بشكرك الحمد جدا لله، يا سارة، شكرا. اسعدتيني العفو. قوي، اسعدتينا كلنا في الاستوديو انا والله. كمان اكتر، انا كمان اكتر، والله سعدتيني تسلمي، قوي ربنا قوي يخليكي. كده، يعني عيد اعلاميين سعيد. يا رب دايما ان شاء الله. اشكرك اشكرك متميزين جدا. ومتألقين دايما. شكرا شكرا. حبيبتي، شكرا. العفو. على التليفون التاني استاذ امام، اهلا وسهلا. يا صباح الفل على الوردة النادية في بستان الإعلام العربي الأستاذة نادية مشرف. يا سلام، صباح الفل على حضرتك. صباح الفل عليكي وعلى كل المستمعين وكل الإعلاميين من الكبير للصغير، حتى عمال البوفيه اللي عندكم، رشدي وعبد الله وعادل وأحمد اللي بيجوا لكم القهوة الله الله والشاي. الله الله الله. عرفت منين؟ عرفت لا منين؟ أنا معاكم جوه، أنا مستخبي ورا الشفين. لا شفتك. منورنا حضرتك والله. انا مستمع قديم جدا يعني، ابتديت اشارك في الراديو شات بقى والاذاعات، يعني بعد ما طلعت العشرة وبقيت مستمع الاذاعات بقى. ده شرف. كنت مستمع في فصل يعني، مستمع يعتبر سلبي، بس دلوقتي بقيت الحمد لله ايجابي، وبحاول اشارك معاكم في كل الاذاعات المسير، وطبعا الجميله طبعا اللي اتعلمنا منها. اتعلمنا يعني ايه احترام المستمع، يعني ايه انت بتوجه شغلك كله لحساب المستمع، انت كل سعادتك انك تسعد المستمع اللي معاك في اللي قاعد في البيت بيسمع الراديو او بيسمع الاف ام على الموبايل او على التلفزيون اونلاين. طبعا ده دورنا. الناس يعني ملايين الملايين، مش في مصر وحدها فقط، بس في جميع الوطن العربي، انحاء الوطن العربي، ومسموعه برضه في جميع الدول، اوروبا برضه وامريكا كمان. الاذاعات بتاعتنا بالقمر الصناعي طبعا بتاعنا نايل سات، ربنا يكرمنا طبعا ويكرم كل الاعلاميين. يا رب. ربنا يديكم الصحه يا رب كده، واقول لكم كل سنه وانتم طيبين جميعا. وحضرتك بكل خير. كان عيد ميلاد برضه اذاعه الشرق الاوسط، الاذاعه الشابه الجميله، رغم مرور 59 سنه على انشائها، بس ما زالت شابه برضه. وانتم برضه اذاعتكم الجميله كل سنة وهم طيبين، وكل محطة وكل قناة بتطلع من ماسبيرو الحقيقة، يعني جهد ومثابرة ورسالة عظيمة جدا. الشرق الاوسط معاكم في نفس الدور، بينكم وبينهم بس البوفيه، ها؟ والله فعلا. لا شوف. لا لا لا، عندك غلطة في الجغرافيا. لا في الجغرافيا، عندك غلطة في الجغرافيا. هما اللي بيننا وبين البوفيه، عشان بس حضرتك تبقى عارف. في نفس الدور يعني، مش بعيد عنه. في نفس الدور، ماشي نعديها دي. وإذاعة القرآن الكريم طبعا، أنا أخويا كان مذيع في إذاعة القرآن الكريم وطلع معاش من 3 سنين. عشان كده بقى اداك الخريطة. اداك الخريطة. اداني خريطة غلط. طبعا تسمع أبو بكر عبد المعطي كان مذيع طبعا. في إذاعة القرآن الكريم طبعا. وزميلكم طبعا، والحمد لله دلوقتي ربنا اداله الصحة طلع معاش بقى والحمد لله. وكل طبعا بحب الاعلام من زمان، يعني من قبل ما اخويا يخش كنت لسه في المدرسه زمان. التليفون الثاني هدير. هدير. وفي اذاعات كانت بتشطب الساعه 10 الصبح. طب احنا عايزه اقول لحضرتك على حاجه، احنا يوم الاربع كله يعني احتفال بعيد الاعلاميين. لا بس احنا لسه راديو شات يوم الثلاث. الاربع بقى بكره هكون معاكم على الهوا ان شاء الله من الساعه 12 للساعه 1، هنتكلم بس عن الراديو. بالليل ولا الصبح؟
12 بالليل. طب حلو من أوي. 12 بالليل لواحدة بالليل كلامنا كله عن الراديو، وفترتنا اسمها عاش الراديو. 12 الصبح دي الواحد يبقى 12 بالليل. شفت نوم بقى ده كان كويس بالليل يعني. لا، كان دلوقتي 12 نص الليل. انا اقول لك دلوقتي بالليل ببقى سهران واروح انام بقى اقوم الظهر العصر. تسعدنا حضرتك دايما وتشرفنا، وبشكر حضرتك جدا استاذ امام، شكرا. طبعا اهداءات سريعه كده بقى عندك يا استاذ منير. اتفضل على السريع جدا علشان عندنا تليفونات بيقولوا لي. الحاجه انشراح ببعت لها تحيه، المستمعه فاضله كانت معانا في الراديو شات زمان، وكتبت برضه عمره زمان براديو شات برضه بالشباب والرياضه. والمستمع الجميل طبعا المحاسب سعيد عبد القادر، محمود عبد الحميد، احمد فتحي العراقي، عندليب المستمعين بتاعنا، وكل المستمعين بقى هند يا رب يكونوا سامعينك. واسماء ونجوى والحاج سيد والحاج محمد المغربي من ناحيه. يا رب يكونوا سامعينك ووصلت. طبعا وليك حضرتك. ربنا يخلي حضرتك. والعاملين معاكي في الاستوديو ان شاء الله. ربنا يخلي حضرتك، بشكرك جدا استاذ امام. تعالوا ناخد التليفون الثاني، استاذه هدير. الو، اهلا وسهلا. صباح الفل. صباح الفل عليكي. على حضرتك وعلى كل الاذاعه وعلى كل الموجودين مع حضرتك. اسعدتينا. انا اسعد والله، بس انا زعلانه من الاذاعه كلها. ليه؟ عشان ما كنتش عارفه اتابع البوستات خالص اللي كانت بتنزل، وعارفه ايه المواضيع اللي الموجوده، لان عملوا لي بلوك. ليه؟ على الصفحه مش عارفه، انا اختفت من عندي خالص وما عدتش عارفه اوصل لها. حتى مشغله دلوقتي الراديو على العربيه عشان اسمع. ايه ده بجد؟ يعني انتي حتى مش عارفه تسمعي المحطه؟ لا، بسمع المحطه عادي بقى التلفزيون، بس دلوقتي انا بسمعها على العربيه. بس مش عارفه بقى اتابع البوستات بتنزل امتى، البرامج طب ان انا لو اشارك معاكم على النت يعني. انا كمان حاطه البوست دلوقتي حالا على صفحتي على الفيسبوك على نادية النشار .net، تقدري تروحي لغايه ما نشوف قصه البلوك دي ايه. ما انا بشارك كنت بشارك دايما، كنت من ابرز المعجبين موجوده يعني في الصفحه، بس فجاه لقيت الصفحه اختفت. لا، ربما في عطل او حاجه، انت عارفه دايما بتحصل يعني حاجات غريبه على الفيسبوك يعني. لا ولا يهم. برحب بيكي جدا يا دير، تعالي نتصالح بقى. ماشي، مش مشكله. انا مسامحاك. نصالحك ازاي يعني؟ انا بحب اصلا اتابع حضرتك برضو على الصفحه الشخصيه بتاعتك تسعديني دايما والله يا هدير. لا، انا بحب اتابع حضرتك على طول. طب قولي لي ايه اللي يصالحك لما بتزعلي؟ ايه اللي بيصالحك؟ ايه الحاجه اللي تحبي اللي قدامك يعملها عشان يصالحك؟ حاجات كتير. لا، قولي لي حاجه، قولي لي 3 حاجات عشان اتعلم منك حاجات للمصالحه. يعني عشان صراحة ممكن ان هو يعني ياخدني في حضنه يطبطب عليا، مثلا يجيب لي شوكولاته. كده حاجتين، عايزه تالت. يصالحني كده او رساله حلوه. يبقى رساله، حضن وطبطبه، رساله وشوكولاتايه. وشوكولاته. حلوه قوي. احنا نقدر نبعت لك رساله دلوقتي يعني. نقدر نكون جاهزين برساله ونصالحك حالا يا هدير. ربنا يخليكي حبيبتي، اسعدتينا جدا والله يا هدير. ربنا يخليكي حبيبتي. وانا اصلا انا بكلمك الجو الحلو ده والطريق الجميل ده. ويعني مش عايزه اقول لك الجو جميل ازاي، ومسافره دلوقتي في الطريق. ما شاء الله. احنا برضو عندنا الجو جميل، وان كان في تكييف يعني، بس برضو جميل. لا ده احنا بقى في الهواء الطبيعي بقى. اسعدتينا جدا يا هدير. تسمعي معانا بقى الاغنيه دي. ماشي. خليكي معانا.